السلام. جيت نعاود لكم اليوم على القصة ديالي اللي كنتو شحال هادي سمعتوها مني ولكن ما كنتش كملتها لكم، واليوم جيت باش انني نكمل لكم القصة كاملة وتعرفوا بزاف ديال الحوايج غير من فري فاير. صدقت انني مصاحب مع جوج بنات، والثالثه كانت هي فما قلت لكم بانني تعرفت على ديك البنت وتصاحبت انا وياها ونعسلنا مع بعضياتنا. من بعد دازت واحد المده ما بقيناش كنلعبوا فري فاير وما بقيناش كنهضروا في الواتساب بزاف، حتى لواحد النهار وهي تصيفط لي بنت خالتي اللي سميتها ايه. الاولى الاخوان ما عرفتش شكون معايا لانني لقيت بان نمره جديده مصيفطه ليا والبروفيل ديال البنت، ولكن ما عرفتش شكون اللي معايا. صافي سولتها قلت لها شكون معايا كذا، قالت لي انا راه كنجي الفلانه اللي مصاحبه معاك. قلت لها اوكي صافي مرحبا شنو نحب الخاطر. صافي الاخوان يدير لي واحد الدخله اللي واعره، قالت لي راه انا تنقصر فري فاير واش بغيت تلعب معايا تا انا. قلت لها اوكي صافي نلعبوا مرحبا شنو بغيتي نلعبوا، واش روم بغيتي نلعبوا رانكاد ولا شي حاجه. واحد الساعه هكا غادي ندخل. المهم صافي ملي مشيت للدار انا دخلت للفري فاير صافي ولقيتها مصيفطه ليا في الواتساب الاي دي ديالها. المهم علمتها قلت لها شوف راه صيفط لي طلب صداقه في فري فاير قبليني باش نلعبوا مع بعضيات. المهم داخلين الفري فاير تنلعبوا واحد الطلاقه اللي في شكال فهمتوا يعني بحال كنعرفها من شحال هاد. يعني هي من داك النوع اللي كيخليك انك تهضر معاه في اي موضوع وبنت الشعب واش فهمتوا كيفاش الاخوان. صافي واحد شويه تقول لي شوف نمشيو لشي بلاصه خاويه ونبقاو نديرو دوك الرقصات وفهمتوا. يعني هي ديك البنت اصلا كتدير التيك توك بزاف. صافي بدينا تنديرو في ديك الرقصات كذا، واحد شويه بدات تحطني في التيك توك معاها. وهنا شنو وقع، ديك البنت اللي كنت معاها اللي هي هذه بنت خالتها ما بقيتش كنلعب معها نهائيا، وليت كنلعب غير مع هاد البنت هذه وصافي. يعني ديما داخلين وصاحبتي كتبقى تصيفط ليا ما كنجاوبها ما حتى حاجه، لان اختنا في الله الاخرى طالع عليا في الراس ديالي فهمتوا كيفاش الاخوان. يعني ديك البنت ممله. ايوا راكم عارفين ملي كيجيك الملل ضروري خصك تحيد الملل. شنو خاصك دير هو انك تقول لهاد البنت نتلاقاو. صافي الاخوان دزت عند الواتساب قلت لها شوفي راه بغينا نتلاقاو ونتعرفوا على بعضياتنا عن قرب ونهضروا في بزاف ديال الحوايج. المهم النهار الاول تلاقينا هضرنا مع بعضياتنا ضحكنا نشطنا، داز داك النهار واعر بكل صراحه. وحاولت انني انا نقربها ليا، يعني بقيت كنعنقها مره كنبوسها، ولكن ما كانت بيناتنا حتى حاجه بكل صراحه. يعني داكشي كيجي غير هكاك وصافي. وهاد الطريقه كنديرها غير باش انني نحسسها بان قريبه ليا وتلعب الالعاب ديالي. صافي وانا نشوف واحد خونا عنده واحد البيت في درب سلطان يعني في كازا وانا نطلبوا عليه. الدري عشيري ما خسرش ليا قال لي مرحبا خويا. صافي عطاني الساروش قلت لي شوف هاد السيمانه هادي غنحتاج البيت. صافي قال لي مرحبا في اي وقت. صافي اختنا في الله قلت لها شوفي غادي نتلاقاو غدا ان شاء الله. قالت لي صافي واخا مرحبا، هي باغا غير امتى تتلاقى معايا باش انها تعيش داكشي اللي عاشو معايا. المهم ديك الساعه كان عندي الموطور، ركبت على الموطور نيشان للبيت. صافي الاخوان دخلنا البيت لعبنا الالعاب ديالنا، لقيت بان التيران مسرح، شي واحد كان مسرح التيران قبل مني. صافي بدات تختار عليا في القصص، قالت لي لا راه كنت راكب على بيكالا وطحت وقع لي داكشي اللي في اخباركم. ايوا قلت لها ملي طحتي اجي طيحي فوقه. صافي طيح فوقه ثاني بقينا لاعبين واحد الماتش اخر. المهم ملي مشات للدار بقات كتشكر وتقول لي انت كتعجبني بزاف وكذا. واحد الشيء تقول لي شوف بغيت نعرفك على اختي وتشوفها وتعرف عليها لان راه اختي فهمت. صافي ماشي مشكل مرحبا. المهم حتى واحد النهار خرجنا مع بعضياتنا وكانت اختي حتى هي، خرجنا تنضحكوا وكذا ناشطين يعني، وكنشوف بانها كتقرب ليا اختها بزاف. صافي الاخوان بقيت مره كندير البرتوش كنبرتشها، يعني كنلعبوا الالعاب ديالنا كنلعبوا فري فاير الحقيقيه. حتى واحد النهار صونات عليا وقالت لي دخل الواتساب. المهم دخلت الواتساب بحال هكا، قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه ضروريه خصك تعرفها. شنو الله يسمعنا اخبار الخير. المهم قالت لي شوف داك الشيء اللي كدير معايا بغيتك ديرو معايا وتكون انت اختي حتى هي. عرفتي الاخوان فاش وحده تقول لك بغيتك تعمل معايا انا واختي بحال هكا راه كتشوكا فهمتوا. يعني راه ما كتبقاش انت هو انت كتقول اوه واش هذه مغربيه، راه ما يمكنش صراحه. انا وليت منوي مع راسي هي تنقول لك ماشي قالب هذا ولا شي بلان فهمتوا بغا يديروا ليا بالجاج ولا شي خطه ولا شي حاجه. صافي بقيت كنفكر راني نقول شوف ما كاين غير زله. صافي انا نقول لها شوفي جي نتيا واختك. صافي درنا نهار السبت باننا نتلاقاو ونمشيو للبرتوش بثلاثه. صافي وانا نهزهم قدام الدار ديالهم على الموطور بالجاج، ديتهم للبرتوش لعبت معاهم الالعاب. العشيه حتى غادي يجيو عندي شي دراري غايقول لي بان شي واحد جا للدار ديالكم ودا شي حياح وكذا. فاش مشيت للدار الاخوان لقيت بان الاب ديال البنت وصلوا لي الجيران الهضره وجا للدار وشي غواش وكذا، بنتي شي تكرفس على ولدكم وبزاف ديال الحوايج وقعوا. صافي تنتهي العلاقه ديالي مع هاد البنات غير بسبب هاد المشكل هذا. وانتوما الدراري قولوا لي في الكومونتير كون كنتو في بلاصتي اشنو غادي ديروا. المهم ما تنساوش الدراري تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخليو بزاف ديال الكومونتير. خلي معاك واحد لايك. تهلاو.